Morning everyone. This is the first lesson in phonics course from Koei Academy. يلا بينا. So, how many letters do we have in English language? احنا عندنا كام حرف في اللغة الإنجليزية كلها؟ احنا عندنا 26 letters، اوكي؟ 26 حرف. هل ال 26 حرف دول كلهم نوع واحد ولا أكتر من نوع؟ أنا عندي نوعين للحروف كلها. عندي اول نوع اسمه الفاول المتحرك، وده فيه بس 5 حروف، تمام، اللي هما ال A وال E وال I وال O وال U. باقي الحروف تمام هنقص 5 كده من 26 هتبقى لي 21. اوكي، 21 حرف consonant، حروف ساكنة يعني صوتها واضح وساكن. لكن الحروف المتحركة أصواتها كتير، بعرف أتحرك فيها كتير، زي عندنا في العربي الضمة والفتحة والكسرة، بنعرف نلعب بالحروف الفتحة اللي ما يبقاش فيه أي سد أو فاصل ما بين الزور والشفايف لما بنيجي ننطق الحرف. طيب أنا عندي 26 حرف، هل ده معناه إن أنا عندي 26 صوت، يعني كل حرف ليه صوت واحد؟ قالك لأ، احنا عندنا في اللغة 44 sounds، يعني 44 صوت. يعني معنى كده ان هنلاقي بعض الحروف ليها اكتر من صوت. ال5 حروف المتحركة لوحدهم عندهم 20 sounds، يعني 20 صوت، في حين 21 حرف الكونسنت الساكن يدوب مطلعين كده على استحياء 24 صوت. تمام، هنعرف الكلام ده قدام اكتر بتفاصيل، بس نبقى عارفين في الأصوات مع الفاولز اوكي letters عندي بيبقى short أو long sound. يعني الصوت ممكن يبقى short زي كلمة good، مش good، good بقولها كده على طول، تمام، قلتها بشورت بسرعة. لكن كلمة زي school في مد فيها شوية، تمام. يبقى لما ناخد الحروف المتحركة هنتعرف على الأصوات، وكمان نبقى عارفين كل صوت نوعه ايه. طيب عندي كلمة زي ميل اللي هي الوجبة، فيها حرفين متحركين يعني صوتين، كده هيبقى الصوت short ولا long؟ برافو، هيبقى long. ميل. لكن الأصوات الساكنة واضحة وسهلة، يا إما يبقى حرف واحد ساكن أو حرفين يديني صوت معين، زي السي والH هنا بيديني صوت التش، زي child، تمام، والال صوت ال child. يبقى احنا هنستريح اكتر لما نيجي نذاكر الحروف الساكنة، هتبقى سهلة وواضحة. يعني الحروف المتحركة هنبقى عايزة منكم تركيز شوية. طيب هنا اي حرف عبارة عن جزئين، اللي احنا هناخده النهاردة هناخد بسرعة كده الاساسيات بتاعة الحروف، تمام، وبعد كده هناخد بقى الموضوع بتفاصيل الحلقات الجاية. اي حرف عامل زي البيت كده، عبارة عن جزئين، عمودين اساسيين، مينفعش عمود منهم ميبقاش موجود. اول جزء اللي هو النيم، هنشبهها كده بالماذر والفاذر، الاب والام، تمام، 2 اهو عمودين اهو اساس البيت. طيب الجزء الاول النيم، اسم الحرف زي ما كل حاجة في الدنيا ليها اسم. والجزء التاني البيزك ساوند او الصوت الرئيسي للحرف. يبقى اي حرف في الدنيا ليه اسم وليه صوت. طيب هل الاصوات اللي احنا ناخدها دلوقتي الاصوات الوحيدة للحروف دي؟ قالك لا، في حروف تانية، اصوات تانية، تمام، اصوات اخرى هنعتبرها كده زي الchildren، الاطفال. يبقى دي صورة كده ايه يعني سهلة شوية للحرف، عبارة عن اسم وصوت رئيسي، واصوات اخرى نعتبرها كده نشبهها زي الاطفال. نقول بسرعة كده الحروف. أنا عارفة أن الأغلبية عارف اسم الحروف، بس في بعض الأخطاء الcommon mistakes اللي الناس بتغلط فيها. نقول بسرعة A B، بحرك الشفة اللي تحت بس، B C D E. F مش F، بلاش صوت الإه ده في أي اسم من الحروف، يبقى نفتحها F. G نكسرها هنا G. H مش H، بلاش صوت الإه ده، لأ افتحها H. I J في صوت الدال J، فرق ما بين G و J. K L M N O P، الشفة اللي فوق هي اللي بتتحرك وفي هوا. P Q R
S T U V W. ها هنا تبقى X ولا X؟ تمام، X Y Z. ناخد كل حرف، احنا كده عرفنا الجزء الاول من الحروف اللي هي الاسماء. ناخد بقى الاصوات الرئيسيه بتاعتها، مش الاصوات كلها، الاصوات الرئيسيه بس اللي هناخدها في الحلقه دي النهارده ان شاء الله. لازم لما نيجي كمان نذاكر كل حرف والبيزك ساوند او الصوت الرئيسي بتاعه نذاكر الرمز الصوت بتاع الحرف. هينفعك عامه ان انت بتذاكر بشكل اكاديمي مظبوط، تمام، بشكل بروفيشنال. وكمان لما تيجي نترجم اي كلمة على اي ديكشنري او اي موقع بيبقى جايبين الكلمات وتحتيها الرموز الصوتية بتاعتها، فيبقى سهل قوي ان انا عارف النطق بتاعها. يبقى عندي حرف ال A الصوت الرئيسي بتاعه شفاف كده بتتحرك للاخر كأنك بتبتسم، تمام، وده شكل الحرف من فوق على اليمين، الشكل الكابيتال والسمول. هنقول بسرعة كده في اخر الحلقة امتى اكتب الحرف بالكابيتال فورم. اوكي، زي apple apple، ants ambulance ambulance حرف البي صوته ب banana ball balloon. تفتكروا هنا الاو اداني شورت ولا لونج ساوند؟ يعني طبعا عارفه ان ملهاش علاقه بالحرف البي، بس نشوف مين مركز. بالون عامه هتبقى لونج ساوند، فبرافو اللي جاوبها صح. حرف السي الصوت الرئيسي بتاعه ك. طبعا الناس هتقول ايه ده حرف السي احيانا بننطق بصوت الس. هنقول الصوت ده من الاصوات الاخرى من الاطفال، لكن الصوت الرئيسي الرسمي بتاعه ك، زي كات كارت كافيه. حرف الدي صوته د، زي dog dog doctor. اي صوته ببتسم سنة كده بقولها بشكل بسيط egg elephant electric. ونذاكر كويس الرمز الصوت بتاعه فوق، تمام، عامل زي نمبر 3 بس بالمعكوس electric F صوته ف زي frog fish football. جي صوته الأساسي ج زي game. دي مش زرافة، يعني دي زرافة كأنها لعبة، تمام، لكن طبعا زرافة بالإنجليش جيراف، فلا أنا جايبها هنا كلعبة مش كزرافة نفسها. طبعا لعبة بالإنجليش يعني game، بنطق بصوت الج زي الجيم كده، الجيم عندنا. أو جراج، تمام. أنا طبعا جايبة أول حرف بالصوت الرئيسي الحرف الجي اللي هو الج. الحرف التاني في من الأصوات الأخرى من الأطفال. أوكي، هنعرفها بعد كده الحلقات الجاية، نمسك بقى كل حرف والأصوات كلها بتاعته ايه. H صوته ه horse زي اله horse hamburger. الاي صوته بنكسرها، مش الاي شبه العصاية كده بنكسرها زي it. بتكلم هنا على مفرد غير عاقل، حاجة شيء، زي المكعبات هنا it. او internet، فرق ما بين صوت والاه الاه بتاعت الاي، لكن اللي بكسرها بتاعت الاي عصاية فبكسرها internet. جي صوته ج حتى الرمز الصوت بتاعه في حرف الدي علشان بدخل صوت الد جار jumping جودو. الكي الصوت الرئيسي بتاعه ك، زي اي حرف من الحروف اللي فاتت مظبوط. حرف السي kite kangaroo. ال صوته ل lion lemon monkey market. no note. لاحظين كده الحروف الساكنة سهلة ازاي حتى الصوت بتاعها مفيهاش تريكات. الاو صوته orange office ب الشفة اللي فوق بتتحرك مع هوا parrot picnic. الكيو صوته ك بضم كده الكي بس بضمها، يعني كأن صوت الك بس بضمها زي
كوت يعني اقتباس. لما باخد كده جملة قالها حد مشهور عالم او فنان، تمام، فانا بقتبس الجملة اللي هو قالها. كوت او كويز ار ر زي رويال. راديو مش راديو، راديو. الاس sun stop. t tiger television. اليو تمام. الرمز الصوت بتاعه عامل زي رقم 8 بالعربي. umbrella uncle. الفي صوته v زي violet اللي هو اللون البنفسجي. violet او فيديو. حرف الدبليو صوته و زي الواو. water او واجون تمام. شبه المواصلات اللي هي الباص كده اللي بيبقى في ألكسندريا، تمام. ترام هناك. letter X صوته كس في الغالب بيبقى في نص او اخر الكلمة. نادرا لما نلاقي حرف الاكس في الاول، نادرا، تمام. عندي كلمة زي بوكس. طيب الكلمة اكتر كلمة مشهورة ببدأ بيها حرف الاكس اللي هي الاكس راي، الاشعة، تمام. غير كده في الغالب هنلاقيها في النص او في الاخر. حرف الواي صوته يه. شايفين الرمز الصوت بتاعه فوق شبه حرف الجي، متلخبطش ولما نلاقي الرمز الصوت ده نقول ايه ده صوت الجي. لا، هو يشابه بس في الشكل، لكن كصوت صوته يه. الرمز الصوت ده اللي هو شبه حرف الجي صوته يه، زي يس او ياجرت. اخر حرف عندي حرف الزت صوته زي زو او زبرة. اوكي، دي اسماء الحروف واصواتها الرئيسية مع الرموز الصوتية بتاعتها. يعني الرمز الصوت لكل يعني صوت رئيسي فيهم لازم يتذاكر كويس، ويتذاكر كمان الحروف شكلها الكابيتال والسمول. الكورس ده هيبقى مفيد لكل حد بيجنرز. المفروض لما اجي ابدا اذاكر اي لغه ببدا اذاكر الصوتيات بتاعتها، مش بس المحادثات او الجرامر والكلام ده كله. لا، البدايه الصح لاي لغه مش بس الانجليش ان احنا نذاكر الصوتيات، الحروف، وبعد كده نبدا باي حاجه تانية. دي الفيرست ستيب زي ما بيقولوا. طيب امتى اكتب الحرف كابيتال؟ نكتبها لما اكتب اي اسم شخصي، مثلا اسمائنا رحاب، محمد، وهكذا، حسن. يا اما اكتب اسم شيء او اسم مكان مشهور زي صيدلية، اسم مدرسة، اسم شارع، لازم اول حرف فيه يبقى الحرف كابيتال. تاني حاجة ايام الاسبوع، ما ينفعش اكتب مانداي سانداي والكلام ده كله، خاصة للطلاب لما بيجي يكتبوا في الامتحانات. لازم يعني في الغالب بيقعوا في الخطأ ده، بيكتبوا اول حرف سمول. لا، اول حرف لما تيجي تكتب يوم من ايام الاسبوع او شهر من شهور السنة، ديسمبر، فبراير، وات ايفر، لازم اول حرف فيه يبقى الحرف بالشكل الكابيتال، تمام. يبقى انا عندي الاسماء سواء اسماء اشخاص او اماكن، وبعد كده ايام الاسبوع او شهور السنة. تالت حاجة مع اللغات او الجنسيات. لما انت تقول انا بتعلم لغة معينة، مثلا I learn French، انا بتعلم فرنش، لازم اول حرف فيه الاف يبقى capital. الجنسية بتاعتنا we are Egyptian، اوكي، لازم اول حرف الاي بيبقى capital. فناخد بالنا من النقط دي. اخر حاجة هسيب لكم تحت PDF عبارة عن امتحان كده بسرعة بعد ما تذاكروا الحلقة. هيبقى مكتوب الرمز الصوت وكلمتين، اي كلمة فيهم فيها صوت الرمز ده. يعني مثلا عندي مثلا جايبه لكم رمز الصوت اللي هو ك لحرف السي، فانا هجيب كلمتين. كلمه مثلا، انا بديكم مثال مش هو ده اللي موجود، سيدي او كات، فاحنا نختار كات. فهنكتب كل رقم 1، الاختيار مثلا 1 ولا 2، وتجمعوا البوينتس بتاعتكم وتكتبوا لي في الكومنتس. ولو في اي تعليق او استفدتوا اي حاجه برضو اكتبوا لي في الكومنتس. برضو هبعت لكم لينك الجروب تحت في اي تفاصيل، وفي برضو ماتيريالز احيانا بنبعتها مجانا، وبيبقى فيه سيشنز برضو. فما تنسوش تكتبوا لي النتيجه بتاعتكم تحت. واخر حاجه اتاكدوا من الانسرز. انا كاتبه طبعا الاجابات في الاخر خالص الPDF، بس ما تبصوش عليه خالص قبل ما تجيبوا ورقه وقلم وتذاكروا الحلقه كويس وتحلوا وتجمعوا البوينتس بتاعتكم. اوكي،
Thank you and good luck.